هو أحد المحالين إلى المحاكمة في قضية أحداث استاد بورسعيد سلم نفسه إلى اللواء سامح رضوان مدير أمن المحافظة. ونقلت المصادر نفسها عن البرنس قوله إنه كان في مدينة الغردقة وقرر تسليم نفسه إلى الأمن بعدما علم بوجود اسمه ضمن 75 شخصا قرر النائب العام إحالتهم إلى محكمة الجنايات ومسؤولية عن القضية. ومعنا الصحفي أحمد الجمال ليفينا أكثر على تفاصيل هذا الخبر. إذا أحمد، ما هو الوضع بعد تسليم محمد البرنس نفسه إلى السلطات المختصة، وماذا لديك أيضا من تفاصيل جديدة في هذا الخبر؟ نعم، قام محمد صالح الشهيد بمحمد البرنس مسؤول الأمن بالنادي المصري الآن بتسليم نفسه إلى اللواء سامح رضوان مدير أمن بورسعيد بمبنى مديرية الأمن، مؤكدا أنه كان في مدينة الغردقة، ولما علم بوجود اسمه ضمن المحامين إلى المحاكمة في قضية استاد بورسعيد قرر إنهاء إجراءات عمل خاص وعاد إلى مدينة بورسعيد. وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود صدر حالة 75 متهم إلى محكمة الجنايات. ما المسؤولية الجنائية التي تقع على محمد البرنس أحمد؟ هو أحد المتهمين من ضمن 3 من النادي المصري الذين تم إحالتهم إلى الجنايات. الاثنان الآخران هما مدير النادي المصري ومسؤول غرفة التحكم، وهو الثالث الوحيد من ضمن ال3 الذي كان غائبا ولم يكن من ضمن المحجوب عليهم في محكمة الإسماعيلية. وأجرى اتصالا بالنائب محمد جاد وقال له واتفق معا على أن يتم تسليم نفسه أمام اللواء سامح رضوان مدير أمن بورسعيد الذي وقام بالاتصال به، وقال لهم أنه في طريقه الآن وقت المداخلة في طريقه من الإسماعيلية إلى بورسعيد، وسيتم تسليم نفسه واستكمال إجراءات تسليم نفسه يحال إلى المحكمة في الإسماعيلية لاستكمال التحقيقات معه. إذا أشكرك على أي حال صحفي أحمد الجمال، أشكرك جزيل الشكر.